عشاق الزيتون الأسود يجمعوا عندي هنا. هنعمل مع بعض النهاردة مخلل الزيتون الأسود بطريقة سهلة جدا، والطريقة مختلفة عن الزيتون العزيزي اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده. عملنا مع بعض قبل كده الزيتون العزيزي بخلطة تحفة جدا، وكل اللي جربه عجبه وشكر فيه جدا. النهاردة بقى هنعمل الزيتون الأسود بطريقة مختلفة خالص، وإن شاء الله هيعجبك جدا، وطريقته سهلة وهيطلع معاكي ناجح زي الزيتون اللي احنا عملناه قبل كده بالخلطة التحفة. تعالوا بينا ندخل على الوصفة ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. طبعا هتجيبي كمية الزيتون اللي انت عايزاها. انا معايا 2 كيلو ونص من الزيتون، تقدري تشتغلي حتى لو كيلو واحد. تمام. هنقول المقادير وان شاء الله تمشي عليها ويطلع معاكي حلو جدا. اول حاجة كده، الزيتون الاسود ده زيتون تفاحي. تمام. حطيت عليه ميه وهغسله كذا مره، دعكيه بايدك كده واغسليه كذا مره لحد الميه بتاعته ما تبقى نظيفه خالص. اهم خطوه اللي انت تغسلي الزيتون كويس. بعد ما بتغسليه بتصفيه بقى من الميه وتحطيه في مصفى علشان يصفي الميه اللي فيه. شايفين الميه بتاعته عامله ازاي؟ انت بقى افضلي كده اغسلي فيه كذا مره لحد ما ينضف معاكي خالص، ما يبقاش فيه اي حاجه، وتبقى الميه بتاعته بيضه كده ونضيفه. تمام. بعد ما غسلته بقى ونضفته كويس بقى بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، هنبدأ نجيب مصفة المكرونة العادية خالص، وهبدأ اللي انا احط فيها الزيتون. هنحط على كل كيلو زيتون كوباية من الملح. يعني انا معايا 2 كيلو ونص، هحط كوبايتين ونص من الملح. هنحط شوية من الزيتون ونحط طبقة عليها من الملح. دي أول مرحلة في مرحلة تخليل الزيتون، اللي هي مرحلة النقع. مش هننقعه في مية، احنا هننقعه في الملح. حطي طبقة من الزيتون ورش شوية ملح كده علشان يبقى كله كده متغطي بالملح. تمام. لحد ما بتخلصي الكمية بتاعتك كلها، بحط شوية من الزيتون وعليهم شوية من الملح لحد ما بخلص الكمية بتاعت الزيتون وكمية الملح اللي معايا. تمام. خلصت الكمية بتاعتي كلها زي ما انتوا بقى شايفين كده، وبدأت احط بقية الملح كده على الوش، بغطيه كويس من الملح. بعد كده هتجيبي بقى طرحة عندك نضيفة بيضة او شاشة، المهم تكون حاجة نضيفة، وتبدأي اللي انت تغطيه علشان ما يجيش عليه عفرة او اي حاجة وحشة، يبقى نضيف معاكي. وتجيبي بقى تقلي كده تحطيه عليه. انا جبت كده الطاجن ومليته ميه وبدأت اللي انا احط عليه. تحطي بقى حلة، طاجن، اي حاجة عندك، المهم يكون تقلي كده عليه. تمام. وهنسيبه قد ايه؟ هتسيبيه من 4 ل5 ايام. انا سبته 4 ايام بالطريقة دي. ومرة كده كشفته وقلبته، قعدت اقلبه بالمصفى كده علشان كله برضو يشيل بعضه. بعد ال4 ايام شايفين الزيتونة كرمشت ودبلت ازاي؟ وطبعا هينزل برضو مية، فلازم تحطي تحت المصفى بتاعتك طبق من تحت. تمام. علشان نرجعه بقى مصحصح تاني، هنبدأ اللي احنا نجيب مية دافية، مش مية سخنة ولا مية باردة من الحنفية، لا، مية تكون دافية تحطي ايدك كده تستحملي ايدك فيها زي ما انتوا شايفين. تمام. هنبدأ نحط بقى فيها كمية الزيتون علشان نغسله، والمية الدافية دي هتخليه يرجع مصحصح تاني كأنه متبلش ولا اي حاجة، ولا عملنا فيه اي حاجة. اغسليه بقى كويس من الملح. الملح طبعا هينزل في الطبق من تحت. تبدأي بقى بعد ما تغسليه كده، شايفين هيبدأ يصحصح معانا كده زي ما، ويبقى زي الفل. هجيب بقى برطمان، وهبدأ اللي انا اخد بقى من الطبق كده وانا بغسله، وهبدأ اللي انا احطه في البرطمان. انا قلبته كده كام تقليبة في المية، وكمية الملح اللي فيه بتنزل في الطبق من تحت، فباخد بقى كده بصفي كده بايدي وبحطه في البرطمان. بعد ما بملى البرطمان بتاعي، تعالوا بقى نشوف مرحلة التخليل بتاعتنا عبارة عن ايه. معايا في البداية كوباية ليمون وكوباية خل، عصير ليمون صافي. تمام. هبدأ اللي انا احط كده كوباية الليمون وكوباية الخل في الاول. بعد كده المية بتاعتنا معايا لتر من المية، هتحطي عليهم 6 معالق من الملح.
تمام كده. هبدأ بقى اللي انا اقلبهم كويس وادوب الملح معايا كويس جدا. بعد كده تبدأي تحطي المية بقى على الزيتون. هتحطي المية قد ايه؟ 3/4 البرطمان. الربع اللي فاضل هنسيبه علشان هنكمل بيه زيت. شايفين حطيت اهو 3/4 البرطمان كملته مية. بعد كده نبدأ اللي احنا نجيب زيت ونبدأ نحطه. لو عندك زيت زيتون تقدري اللي انت تحطي زيت زيتون، هيبقى احلى واحلى. ما عندكيش زي كده تحطي زيت عادي، بس المهم يكون زيت نضيف، ما يكونش له ريحة. تمام. هتحطي بقى زيت كده لحد ما تملي البرطمان وتغطي الزيتون كده بالزيت. بعد كده هتجيبي استرتش او كيسة عادية، كيس التلاجة، وتبدأي اللي انت تقفلي كويس علشان ما يدخلهوش هوا، وتقفلي بقى البرطمان كويس. مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده. عملنا الزيتون الاسود بطريقة سهلة جدا. بعد كده تبدأي تمسكي البرطمان بقى وتقلبيه كده علشان كله يتخلط ببعضه. هتسيبيه قد ايه وتفتحي عليه بعد شهر بالكتير هيكون استوى. هو ما بياخدش وقت في السوى زي الزيتون العزيزي، يعني بالكتير قوي شهر وهتفتحي عليه وهيبقى معاكي زي الفل. ايه رأيكم بقى؟ مفيش اسهل من كده. يبقى عملنا مع بعض نوعين من الزيتون، الزيتون العزيزي بخلطة تحفة جدا، والنهاردة عملنا مع بعض الزيتون الاسود بطريقة مختلفة خالص. وان شاء الله الطريقة هتعجبكم وهيطلع معاكم ناجح. جربوه هيعجبكم جدا جدا، واشوفكم على خير دايما.